تخيل معايا إن الحالتين اللي قدامك سببهم مرض واحد فقط. طب ما تيجي نفهم إيه هما الحالتين الأول. الحالة الأولى وهي عبارة عن ارتفاع معدل الأيض وبالتالي فقدان شديد للوزن. أما الحالة التانية هي عبارة عن تعب شديد وزيادة في الوزن. وده كله ليه؟ أيوة بالظبط كده، هي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية يا جماعة باختصار هي غدة صغيرة موجودة في الرقبة، دورها مهم جدا في تنظيم عمليات الجسم الأساسية، وده عن طريق إفراز هرمونات تسمى بهرمونات الغدة الدرقية. بس للأسف الشديد الغدة بيحصل لها مشاكل في بعض الحالات بسبب عوامل كتير. العوامل دي طبعا أهمهم العوامل الوراثية والتغذية والتعرض للإشعاع والإجهاد والأمراض المناعية. وده بيوصلنا لحالة من الاتنين، إما فرط نشاط الغدة وده أعراضه تسارع ضربات القلب، فقدان شديد للوزن، أو كمان بتأثر على الحالة النفسية. أما الحالة التانية فبيكون أعراضها تعب شديد وزيادة في الوزن. وعشان نريح بالنا من أي أعراض مشابهة لازم نعمل تحاليل هرمونات الغدة الدرقية، وهما TSH والT3 والT4، وده لأن ليهم دور حاسم جدا في تشخيص الغدة الدرقية المبكر للتعرف على مدى ضررها والوصول لأفضل علاج. وأخيرا حفظنا الله وإياكم، ومستني أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتات، وانتظرونا مع تحليل جديد في زيارة منزلية.